نور صبري فعلا يتسمى أسطورة من أساطير المنتخب العراقي. وكرار جاسم بيض الوجه ورجعنا الذكريات 2007. طبعا مبروك للمنتخب العراقي للأساطير، نعم مو قدام اللاعبين، بالفوز ببطولة كأس الخليج لقدام اللاعبين بنسختها الأولى التي أقيمت في دولة الكويت الشقيقة. طبعا ألف مبروك، بيضت الوجه ورفعت الرأس، وكرار جاسم ونور صبري بنص والفريق بنص. طبعا أدوا أداء يخبل. نور صبري تقول بعده يلعب 2007 لحد الآن، وكرار جاسم خاطاهم كأنما رونالدينيو. لكن ينقصنا الآتي: لو قصي منير موجود، لو نشأة أكرم موجود، لو هوار ملا محمد موجود، لو باسم عباس موجود، لو جاسم محمد غلام موجود، كان صار الفريق أسطوري. طبعا نتمنى بالقادم أول شغلة يزغرون الملعب، لأن هو بعدهم ما واصلين هجمة من هذا الجول. هذا الجول طارت 5 دقائق من الشوط. شايفين لو هاي البطولة بالعراق، أويلي أويلي بالعراق ويلعبوها بملعب البصرة، ما يظل واحد بالعراق إذا ما يحضر اللعبة، وتصير أجواء خرافية. نرجع ونقول مبروك للمنتخب العراقي، وشكرا لدولة الكويت الشقيقة على هاي النسخة الجميلة اللي فعلا استمتعنا بها. أنا علي عاتي، هذا برنامج رأيك، وتحياتي.